النهاردة هنتكلم عن مصادر التاريخ المصري العظيم. ايه المصادر اللي عرفنا منها تاريخنا القديم؟ معظم الناس متهيأ لها ان حجر رشيد هو المصدر اللي اخدنا منه التاريخ، وده مش صحيح. وهنتكلم عن حجر رشيد في وقت لوحده، لكن مهم قوي نفهم المصادر دي ونعرفها، لاننا هنتكلم عنها كتير في الحلقات الجاية. يعني المرة الجاية لما نتكلم عن الملك مينا ونتكلم عن ظهور اسمه في قائمة أبيدوس، نبقى عارفين ايه هي قائمة أبيدوس وكانت بتتكلم عن ايه. كمان لما نشوف القوائم دي هنشوف قد ايه مبهرة بجمالها، منظمة، وقد ايه في منتهى التنسيق، رائعة جدا جدا. ونشوف أجدادنا قد ايه كانوا منظمين وسابقين عصرهم. كمان نتعرف على مصدر من مصادر التاريخ ديت هو المؤرخ المصري العظيم مانيتون. ده مؤرخ مش مشهور، مع انه مصدر مهم جدا من مصادر التاريخ، وللأسف هيرودوت أشهر منه بكتير. ندخل في الموضوع على طول. ايه هي مصادر التاريخ؟ مصادر التاريخ آثار تركها الأجداد، تعرف بقوائم الملوك. القوائم دي أرخت أو كتبت تاريخ بعض الحكام وما سبقهم من عصور. لم يقتصروا على ترتيب الملوك ترتيبا زمنيا فقط، بل ذكروا مدة حكمهم باليوم والشهر والسنة. أول مصدر من مصادر التاريخ حجر باليرمو. حجر باليرمو تم العثور عليه في مدينة منف في الجيزة، وهو قطعة من الحجر الديوريت، نوع من الحجارة طول القطعة 2 متر. اتكتب على الحجر ده أسماء جميع الملوك اللي حكموا مصر منذ أيام ما قبل الأسرات، وحتى الملك نفر إيرع كارع، ثالث ملوك الأسرة الخمسة. وتم تقسيم الحجر إلى صفوف. كان عصر كل ملك يقسم إلى سنوات، ويكتب في خانة كل سنة أهم الأحداث اللي حصلت فيها، من حروب، إقامة معابد، أعياد دينية، بناء سفن، أو نحت تماثيل كبيرة مهمة. وتحت اسم كل ملك رسم لملك جالس وعلى رأسه تاج أحد البلدين، الشمالي أو الجنوبي، المملكتين يعني. المدونة دي أو الحجر ده كان أول محاولة لمعرفة أخبار الملوك، وسبقت غيرها بقرون، وسابقة على عصرنا اللي احنا فيه دلوقتي 4500 سنة. التزم فيها الكاتب بشروط التاريخ السليم، فصل بين السنة والسنة بخط رأسي، وفصل سنوات كل ملك والملك الآخر بخط أفقي، وراعى الترتيب الزمني في ترتيب أسماء الملوك وحوادثهم من الأقدم إلى الأحدث. تاني مصدر من مصادر التاريخ قائمة الكرنك. تم نقشها في عهد الملك تحتمس الثالث، أحد ملوك الأسرة 18، وأقامها في إحدى الحجرات الصغيرة في معبد الكرنك. وصور في القائمة دي تحتمس الثالث يتجه بدعواته ل61 ملك من أسلافه، يعني الملوك السابقين عليه. كان أول هؤلاء الملوك الملك سنفرو، مؤسس الأسرة الرابعة وملوكها، وبعد كده الأسرتين الخامسة والسادسة، وبعدين ملوك الأسرات من 11 ل 17. فهنلاحظ هنا أن في بعض الأسرات سقطت من القائمة. الكاتب أسقط من القائمة ذكر أسماء ملوك الأسرات الثلاثة الأولى، وتغاضى عن أسماء ملوك عصر الانتقال الأول وملوك الهكسوس عصر الأسرتين ال15 وال16. إيه السبب؟ يحتمل أن تحتمس الثالث سجل من الملوك اللي اعتقد بشرعيته فقط كملك على البلاد، أو من اعتبرهم أجداده الحقيقيين الذين ارتبط بهم برابطة نسب. ثالث مصدر من مصادر التاريخ المصري قائمة أبيدوس. تم نقشها في عهد الملك سيتي الأول، أحد ملوك الأسرة 19، على جدران معبد أبيدوس غرب البلينة سوهاج. منظرها على الجدران يمثل الملك سيتي الأول مصاحبا لولده رمسيس الثاني، وهو بيقدم القرابين ل76 من أسلافه. يتصدر القائمة الملك مينا، والقائمة بتغفل بعض أسماء الملوك اللي بتعتبرهم غير شرعيين، كملوك الأسرتين 9 و10، وملوك عصر الانتقال الثاني الهكسوس الأجانب المغتصبين لحرية البلاد. وأسقطت القائمة أيضا أسماء إخناتون وسمنخ كارع وتوتعنخ آمون وآي، لأنهم كانوا خارجين على ديانة آمون. وأسقط اسم الملكة حتشبسوت لخروجها على التقاليد واغتصاب العرش من تحتمس الثالث،
وتنتهي القائمة بالملك سيتي نفسه. رابع مصدر من مصادر التاريخ المصري القديم قائمة سقارة، عثر عليها عام 1861 ميلادية في مقبرة بمنف لأحد رؤساء الأشغال يسمى ثونري من عهد الملك رمسيس الثاني. يوجد بها 57 ملكا يمجدهم رمسيس الثاني. وتبدأ القائمة بسادس ملوك الأسرة الأولى عدج وآيب، وتنتهي برمسيس الثاني. وتراعي القائمة الترتيب الزمني، وتأثر كاتبها بما فعله من قبله من ذكر بعض الأسماء وإغفال بعض الأسماء. وكما يتضح أن إغفال بعض الأسماء بيكون لأسباب أنهم غير شرعيين، سواء كان خروجهم على ديانة المصريين، سواء اغتصاب العرش، سواء أنهم كانوا محتلين. خامس مصدر من مصادر التاريخ المصري بردية تورين، عثر عليها في منف عام 1820 ميلادية، تعود إلى عهد الملك رمسيس الثاني. تختلف عن القوائم إن القوائم السابقة كانت على الحجارة، لكن البردية مكتوبة على ورق البردي وبالخط الهيراتيقي خط الكهنة. تتميز إنها أوردت بعض الأسماء الملكية التي لم تذكرها القوائم الأخرى، وقسمت الملوك إلى مجموعات ونسبت بعضها إلى العواصم التي حكمت فيها. تبدأ البردية بالآلهة الذين تنسب إليهم مدد حكم أسطورية، يليهم مينا مؤسس الملكية المصرية، وتنتهي أسماء الملوك قبيل الأسرة 18. والبردية مجرد قائمة من الأسماء، ويلي كل اسم إشارة بطول مدة حكم الملك وعمره. تحتوي على أكثر من 300 من أسماء الملوك. بردية تورين تعد أكثر المصادر قيمة، لأنه كان يسجل فيها سنة كل حكم والشهور والأيام بعد اكتمال السنين. يبدو أن مصادر المعلومات كانت دقيقة جدا، والدليل أن أرقام الأسرة 12 تتفق تماما مع ما تشير إليه الآثار المعاصرة. لكن من عيوب البردية هو إيمان مؤلفها بأساطير زمانه، أنه جعل الآلهة تعتلي عرش البلاد في بداية البردية. دلوقتي هنتكلم عن آخر مصدر من مصادر التاريخ المصري القديم، الكاهن المصري مانيتون. كان كاهنا مصريا في معبد بسمنود في محافظة الغربية. اشتهر بعلمه ومعرفته لتاريخ مصر، وكان ملما باللغة المصرية واليونانية. عاش في زمن بطليموس الثاني، عصر البطالمة يعني. أراد بطليموس الثاني أن يستفيد من علمه، فكلفه بكتابة تاريخ مصر، فاستقى معلوماته من المعابد ومكاتب الحكومة، الوثائق اللي كانت موجودة فيها. ولكن مما يبعث على الحزن أن تاريخ مانيتون الأصلي فقد في حريق مكتبة الإسكندرية. لم يعثر حتى الآن على أي نسخة كاملة أو ناقصة منه، ولكن كل ما وصل إلى أيدينا ليس إلا مقتطفات من ذلك التاريخ عن طريق بعض الكتاب الكلاسيكيين. قسم الكاهن المصري مانيتون التاريخ المصري ل30 أسرة، يبدأ بعصر الأسرات المبكر أو العصر العتيق أو العصر الثاني. سموه العصر المبكر لأن كان بداية الأسرات، وعتيق لأنه قديم جدا، وثني نسبة لثني المدينة اللي كانت بتعتبر هي دي العاصمة في الوقت ده. وده يشمل الأسرتين، الأسرة الأولى والأسرة الثانية. بعد كده عصر الدولة القديمة يشمل الأسرات الثالثة لحد السادسة. وبعدين عصر الفترة الأولى اللي هو الاضمحلال الأول من عصر الأسرة السبعة للأسرة العشرة. بعد كده عصر الدولة الوسطى يبدأ من الأسرة 11 وينتهي عند الأسرة 12. وبعد كده عصر الفترة الثانية الاضمحلال الثاني، ويبدأ من الأسرة 13 لحد الأسرة 17. بعد كده عصر الدولة الحديثة يبدأ من الأسرة 18 للأسرة 20. بعد كده العصر المتأخر يبدأ من الأسرة 21 لحد الأسرة 30. دي كانت آخر حاجة في حلقتنا النهاردة. بس قبل ما ننهي الحلقة هناخد بالنا إن أجدادنا كانوا منظمين، بيهتموا بالتنسيق وبالنظام وبتسجيل كل شيء وتدوين كل شيء من قبل أي حد في الدنيا كلها، وإنهم كانوا سابقين عصرهم وزمنهم. ودي كانت النهاية، وأترككم في أمان الله.